بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي بيكام سبور وين ما كنتم. إدارة الترجي الرياضي التونسي تقرر طرح تذاكر لمباراة العودة ضد ديكاداها الصومالي حساب مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري أبطال إفريقيا. باش يقع طرح تذاكر كما قلنا بطلب من جماهير الترجي الرياضي التونسي. فما برشا ناس ما لحقتش ما وصلتش باش تقص الاشتراك نتاعها. إدارة الترجي تقريبا الموسم هذا باش توفر بعض التذاكر لبعض المباريات خاصة في المسابقة الإفريقية. كما قلنا طلب كبير من جماهير الترجي في انتظار الموافقة من سلطة الإشراف على منح الترجي عدد جديد من الاشتراكات. قاعدين ننتظر، وأكيد إدارة الترجي الرياضي التونسي راسلت السلطات المعنية من أجل السماح لإدارة الفريق في توزيع عدد جديد من الاشتراكات بين 3000 5000 اشتراك. التحضيرات متواصلة لهذه المباراة. عودة البرازيلي رودريغو رودريغيز كيف وسام بوقرة اللي رجع عنده مدة وقاعد حاليا في فترة التأهيل البدني. رودريغيز رجع يجري إن شاء الله في أسبوعين على أقصى تقدير باش يكون حاضر، باش يكون على ذمة الإطار الفني استعدادا للمواجهات اللي تنتظر الترجي الرياضي التونسي بعد مباراة يوم السبت ضد ديكادا الصومالي. الترجي باش يكون ضيف على مستقبل إسليمان يوم الأربعاء، ونهار الأحد إن شاء الله باش تكون مباراة ديربي العاصمة بين الترجي والملعب التونسي في ملعب رادس. باش نسق باش يرتفع في البريود القادمة. لازم الترجي يكون جاهز على جميع الأصعدة وعلى جميع المستويات. إن شاء الله المباراة الجاية في دوري الأبطال الإطار الفني خمم في تدوير الرصيد البشري، ونشاهدوا لاعبين اللي ما لعبوش في الزوز مباريات الرسمية اللي تعداوا للترجي، مباراة الذهاب ضد ديكادا وكذلك مباراة اتحاد تطاوين. إن شاء الله نشوفوا كوناتي، نشوفوا كذلك موكوينا، ونشوفوا الأسماء كما قلنا اللي ما زالت ما شاهدناهاش كأساسيين وياخذوا أكثر وقت لعب، خاصة اللاعب كوناتي اعتبره تقريبا انتداب ناجح. إن شاء الله يأكد لي كلامي طيلة الموسم الحالي، لأنه صدقوني اكتشاف كبير برشا إذا عرفنا نوظفوا اللاعب هذا وإذا اعطيناه حقه وإذا اعطيناه خاصة وقت لعب، لأنه انتداب يكون وراها هيثم عبيد مستحيل أنه يكون انتداب خايب وماهوش في قيمة الترجي الرياضي التونسي. فرق ألمانية كبرى كانت تتابع في اللاعب هذا وقدمت له عروض، ولولا تدخل كما قلنا هيثم عبيد واللي كان هو وسيط بينه وبين الترجي الرياضي التونسي، وكان له دور ولعب دور كبير باش اللاعب هذا ينتقل لصفوف شيخ الأندية التونسية. شفنا اللاعب هذا في فرق كما قلنا ألمانية، وشفناه في الدوري الألماني الممتاز البوندسليغا. ان شاء الله نعرفوا نستغلوا الجوهر هذا، نعرفوا نستغلوا الموهبه الكبيره واللاعب اللي تحدثت عليه برشا صحف اجنبيه. ان شاء الله ياخذ فرصه وياخذ حقه مع المدرب ميغيل كاردوزو. هذه اذا متابعينا الكرام اخر الاخبار واخر التطورات الخاصه بشيخ الانديه التونسيه. ما زالت الملفات اللي تنتظر الحسم تقريبا قبل يوم من اغلاق الميركاتو. معتز الزدام اللي حكينا عليه مرارا وتكرارا، يبدو أنه النية تتجه لدى إدارة الترجي أنه اللاعب باش يواصل التجربة مع الفريق. ما نعرفوش وقتاش باش ينطلق في التحضيرات مع الفريق الأول، ولا اللاعب باش يواصل يتدرب على انفراد وباش يبقى على ذمة الترجي. ماناش عارفين الإدارة فاش تستنى حاليا باش تحسم قرار معتز الزدام. كيف مسلسل الرياض بن عياد مازال متواصل. ننتظر الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي تحديد وجهة اللاعب هذا وبعض الأسماء الأخرى اللي تحدثنا عليهم برشا مرات وبرشا فيديوهات. كنا حكينا على معتز الزدام، رياض بن عياد، محمد علي بن حمودة، غيث الوهابي وأسماء أخرى شابة. أكيد برشا منهم باش يقع إعارتهم لبعض الفرق اللي ينشطوا في الرابطة الأولى الرابطة الثانية. مازال اللاعبين هذم ما تحددش مصيرهم، ولكن كما قلنا في الساعات القليلة القادمة إدارة الترجي باش تحسم الأمر بقرار أكيد من ميغيل كاردوزو. الموضوع الثاني في حلقتنا اليوم باش نحكي على الخبر اللي انتشر بصفة كبيرة برشا في الصحف الجزائرية وفي الإعلام الجزائري بصفة عامة. تعرض يوسف البلالي لحادث مرور. استنكرت إدارة الترجي هذا الخبر، واللي مانيش عارف أنا شنو مشكلتهم مع يوسف البلالي. وحتى في تونس بعض المواقع وبعض الصحف والإذاعات تحدثوا على خبر تعرض يوسف البلالي لحادث مرور بعد مباراة ديكادا الصومالي. هو في طريقه العودة للمنزل تعرض إلى حادث مرور ورفقة عائلته وبعض من أصدقائه. إدارة الترجي كما قلنا
كذبت الخبر هذا ونفات كل الأخبار اللي تتحدث على تعرضه لحادث مرور. اللاعب كان حاضر في الحصة التدريبية يوم أمس بصحة ولا بأس عليه. إن شاء الله الناس اللي يتشوش على الفريق عن طريق يوسف البلالي اللي ظهر انه بعض الصحفيين في بعض الدول العربيه مقلقها انه اللاعب هذا رجع من جديد للترجي الرياضي التونسي، ولكن انا نحب نذكركم ونقول لكم انه احسن فترات يوسف البلالي رغم يعني تنقله لعديد المحطات الاحترافيه منها العربيه وكذلك الاوروبيه، احسن الفترات كان عداها مع الترجي الرياضي التونسي وتوج برابطه الابطال الافريقيه. اللاعب عمل كارير كبيره برشا مع الترجي وعمل اسم مع الترجي، والترجي يعني كانت له الفضل باش ترجع يوسف البلالي بعد العقوبة المطولة نوعا ما، بعد 4 سنين تقريبا 3 سنين توقفوا على النشاط الرياضي. الترجي هي اللي احتضنته ورجعته للواجهة من جديد، وكان في المنتخب الجزائري وكان لاعب مهم ومؤثر في المنتخب الجزائري. ان شاء الله الناس هذه المريضة يعني في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ان شاء الله نتمنى لهم انه ربي يشفيهم وربي يعني ينحي لهم الحقد هذا اللي موجود تجاه الترجي الرياضي التونسي. كما قلت ونعاود، اداره الترجي الرياضي التونسي كذبت كل الاخبار وكل الاشاعات حول الموضوع هذا، وكان موقع القطري وين تحدث زاد على الموضوع هذا يعني، ومصادر اكدت انه هيئه الترجي استنكرت برشا وغضبت برشا من الاخبار اللي قاعده تروج على اللاعب الجزائري يوسف البلالي، اللاعب اللي رجع من بعيد، اللي كان مطلب من مطالب جماهير المنتخب الجزائري في المباريات الأخيرة في تصفيات كأس أفريقيا. يحب البلالي يرجع لصفوف المنتخب الجزائري، وما كانوا واضح. إن شاء الله يزيد يأكد لهم كلامي هذا، وإن شاء الله يزيد يأكد أنه يوسف البلالي مازال عنده برشا باش يقدم لكرة القدم مع الترجي الرياضي أولا وكذلك مع المنتخب الجزائري. هذه من بعض الأخبار اللي تحاول تستغلها بعض الناس كما قلت لكم للتشويش على الترجي الرياضي التونسي، وكذلك بوز يولي يعني موضوع تتحدث عليه برشا الناس وتستغله برشا الناس لسبب أو آخر. إن شاء الله زاد إدارة الترجي الرياضي التونسي تحاول تحسن من الجانب الإعلامي، الموضوع اللي تحدثنا عليه في عديد المرات في عديد الفيديوهات. قلنا راهو ثم أخبار لازم بالوقت تتكذب ولا تتأكد ولا يعني تنهي الجدل القائم. مانيش نحكي على موضوع يوسف البلالي فقط، ولكن برشا مواضيع تستحق تدخل من الناطق الرسمي للترجي الرياضي التونسي وليد قرفارة، رغم تصريحاته في وقت سابق قال انه مش كل موضوع يعني باش نخرج ونكذب ولا ننفيه ولا ناكده، لانه بطبيعه الحال جماهير الترجي الرياضي بصراحه تطلب اكثر خدمه وتحسن كما قلت ونعاود من الناحيه الاعلاميه للترجي الرياضي التونسي. صحيح مجهود ممتاز وارقام ممتازه جدا تحقيقها في المباراه الاخيره في رابطه الابطال الافريقيه من نقل مباشر للمباراه، تقريبا 170 او 175 الف متفرج يعني في قناه اليوتيوب. يحاولوا يستغلوا القناه هذه تنجم تسوق للنادي نتاعك كما تنجم تستغله من الناحيه الماديه. صحيح تطبيقات الترجي بلوس اسهل وخير من ناحيه تحقيق الارباح، ولكن زاد حتى اليوتيوب راك تنجم تستغله. ان شاء الله المطلب هذا يتحقق. ديما نحكيه وديما نعاود وديما نقولوا انه راهو صوره النادي راهي مهمه برشا، راكي تخدم على الديجيتال وتخدم على تحسين الجانب الاعلامي وتجيب حاجات جديده وتبتكر حاجات. فما ناس فما شباب عندها يعني افكار جديده، افتحوا الباب للناس الكل اللي تقدم وتخدم جمعيتها حتى بفكره حتى يعني بحاجه بسيطه تنجم تعاون الجمعيه وتنجم تحسن وتنجم يعني الترجي تنتقل للباليه آخر من في الجانب هذا. إدارة ممتازة، إدارة محترفة تعرف خدمتها، ولكن الجانب الإعلامي بصراحة ناقص وناقص برشا في الترجي الرياضي التونسي. إن شاء الله الإدارة تعتني بالأمر هذا. إن شاء الله وليد قرفارة كذلك يحاول يطور يعني من العمل الإعلامي في الترجي الرياضي التونسي. مانيش باش نحكي على فرق عربيه ولا باش نحكي على فرق، ولكن لازمنا نخدم على النقطه هذه، وامر ضروري جدا. ان شاء الله ميساج يوصل لاداره الترجي الرياضي التونسي، لانه في الاول والاخير راهو نحبوا مصلحه الفريق بتاعنا ونحبوا ديما الترجي الرياضي التونسي هي السباقه في كل شيء. اذا متابعينا الكرام متابعي كام سبور، هذا شعدنا في فيديو اليوم. نوصيكم ديما على دعم القناه، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم على حسن المتابعه والانتباه، ان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.